ملحمة التتويج ومشوار الزمالك في الكونفدرالية من أول ماتش لحد لحظة التتويج، فكوباية شاي بقى واربط الحزام عشان هنجيب البطولة من الأول لحد ما شيكا رفع الكاس. قبل ما نبدأ حكاية التتويج لازم نعرف ونفتكر مع بعض الزمالك بدأها ازاي وظروفه كانت ايه، وهل كان مهيأ أصلا إنه ينافس على أي بطولة؟ الحقيقة إن اللي أحكيه واللي أنت أكيد عارفه يقول لأ. ليه؟ لأن الزمالك بدأ البطولة من غير مجلس أصلا، بعد عزل المعتوه وهروب ابنه ميرو من المسؤولية وقفل تليفونه ما بقاش يرد حتى على اللعيبة اللي متسابين في الطل لوحدهم، وحتى مرتباتهم بقالهم شهور ما خدوهاش. بعدها بيتعين ابنه التاني كقائم بأعمال رئيس لا مؤاخذة النادي لحد ما أجبروه على الاستقالة لأن خلاص جمهور الزمالك كان جاب آخره. طب هل سايبين النادي عادي؟ طبعا برضو لا، المعتوه وعياله سايبين النادي خرابة وأرض محروقة عن عمد للي جاي بعدهم عشان تتعين لجنة تدير الانتخابات وتتعمل الانتخابات يوم 21/10 ويفوز كابتن حسين لبيب والقايمة بالكامل، القايمة اللي اكتسحت الانتخابات والأول مرة جمهور الزمالك يكون مشارك بشكل حقيقي ومؤثر في انتخابات ناديه. نجح المجلس واستلموا النادي، بس بعد ايه؟ بعد مختل سايب النادي خراب. استلموا بعد مختل سايب النادي مديون لطوب الأرض. استلموا بعد مختل سايب النادي محجوز على أرصدته. واستلموا بعد مختل سايب لعيبة مش قد الزمالك وأقل بكتير من إن هم حتى بس يعدوا من جنب سور النادي. استلموا بعد مختل فرغ الفرق كلها من كل نجومها، ومش بس كده، سايب النادي مقفول قيده بسبب قضية لشبونة اللي كان المفروض إنه بيخصم فلوسها من شيكا من 2016. قضية لشبونة ومعها كام قضية تانيين كلفوا المجلس اللي يدوب لسه جاي في حرق 2 مليون و800 ألف دولار عشان يفتح بس القيد. والمجلس رغم كده فتح القيد وجاب 10 صفقات في يناير اللي من ضمنهم أحمد حمدي اللي ربنا جعله سبب في إنه يجيب هدف البطولة. بدأ الزمالك مشواره في البطولة مع أوسوريو بأسوأ شكل ممكن، خسارة من فريق مجهول في لقاء الذهاب بره مصر 2-0، وبقينا محتاجين في العودة نجيب 3-0 عشان بس نتأهل من دور ال 32 في الكونفدرالية. انت متخيل احنا كنا فين؟ بنخسر بهدفين، الهدف الاول ما شفناهوش ولكنه غلطة الفنان محمد صبحي، والهدف الثاني كان غلطة حسام عبد المجيد وحاتم سكر بودرة اللي الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا منه. 2-0 في دور ال 32 بره ارضك في الكونفدرالية قصاد فريق والله العظيم لولا السيناريو اللي حصل ما كانش حد هيفتكر اسمه في افريقيا كلها اصلا. دخلنا ماتش العودة ولسه بنقول يا هادي رحنا لابسين جون في اول ربع ساعة وخسرنا الشوط الاول على كده. يلا يا عم بقيت محتاج 4 بدل 3 في 45 دقيقة، اللي معرفتش تعمله في 3 اشواط مطلوب منك تعمله في شوط واحد، لا وكمان تحافظ على الصفر. وده لو انتوا فاكرين مع المجنون أوسوريو مستحيل اصلا، ده غير انه بدأ الماتش ساعتها ب2 مهاجمين لأول مرة وعك الدنيا والآخرة، وده خلى اللعيبة بين الشوطين تفكوهم منهم خالص ويتجمعوا عشان ينقذوا نفسهم من كارثة هم السبب فيها اصلا في الاول. بدأنا ساعتها الشوط الثاني بدخول اوباما اللي مع دخوله الماتش اتغيرت كل حاجة، لان في اول 3 دقايق من الشوط الثاني فاول لزيزو بيشوطوا في الجون، يجي في العارضة يترد لأوباما بدماغه اللي بيحط الهدف الأول للزمالك في أول 3 دقايق. توقيت عظمة أوباما اللي بياخد الكرة من الجون وبيجري بيها بذكريات للصبر حدود يا زمالك. لسه بنقول عاش حلوة البداية نلاقي أوباما بيعدي وبيدي واحدة لشيكا اللي بيديها أرضي في البعيدة. الهدف الثاني في أقل من 5 دقايق للزمالك، بيجيب هدفين وشكلنا هنرجع ولا إيه؟ عشان بعدها في مفيش الملك بيأكد الأمل وياخد الكرة اللي وقعت من الحارس ويحط الثالث للزمالك في الدقيقة 73 في توقيت فوق العظمة. قدامنا ربع ساعة كاملة نقدر نرجع فيهم لحد ما جت الدقيقة 89 من ركنية بيرفعها زعيم الفلاحين، بتنزل لابو الرجولة حمزة عشان يحط الرابع ويعلن عودة الزمالك من الموت حرفيا. 4 أهداف في 45 دقيقة، كان أهم سبب فيهم بعد ربنا طبعا هم جمهور الزمالك اللي حضروا الماتش ده، اللي في عز الانكسار والشك كانوا هم مؤمنين بفريقهم ومبطلوش تشجيع عشان ربنا يكرمنا ونعدي من الماتش ونصعد لدور المجموعات. بالمناسبة ماتشين أرتا سولار كانوا في شهر 9، يعني قبل ما المجلس يجي. النادي بينافس ولاعيبته بتلعب والنادي مفيش حد بيديره أصلا، وكل الشكر للكابتن عبد الواحد السيد لأنه كان الأمل الوحيد لينا في وقت الفراغ الإداري ده، والحقيقة إن الراجل ما قصرش وكان هو اللي مع اللعيبة في مشاكلهم
وبيحاول يطمنهم، في حين ان المعتوه ابن المعتوه كان قافل تليفونه ما بيردش على حد. المهم جه المجلس في شهر 10 زي ما قلنا، وكان اول تحدي ليهم هو التجديد لفتوح اللي كان سايب دماغه لوكيله شريك ميرو، وزي ما كلكم عارفين القصه يعني نجح المجلس في التجديد ليه في الاخر. في الوقت ده وسيريو كان جاب اخره معانا خلاص بعد خساره ماتشين على التوالي في الدوري من انبي وزد، عشان يقرر المجلس ساعتها الاطاحه بيه قبل نص نهائي كاس مصر بايام، وتعيين كابتن معتمد جمال احد ابناء النادي كمدرب مؤقت لقياده الزمالك لحد يناير. وكان كل اللي مطلوب منه ساعتها انه يعدي الزمالك ماتش الكاس قصاد بيراميدز قبل ايام معدوده بس من تعيينه، وده الحمد لله حصل في ماتش خلص 3-3 وكسبنا بضربات الجزاء. وتاني حاجه مطلوبه من كابتن معتمد انه يعدي الزمالك من دور المجموعات. بدأنا اول ماتش في المجموعات، وما أدراك ما أول ماتش في المجموعات مع الزمالك قصاد أرخم فرقة في المجموعة وهي أبو سليم على غيط برج العرب. وزي ما متوقعين من الزمالك ماتش رخم وشبح خسارة أول 3 نقط في المجموعات كعادة الزمالك جه في دماغ كل الجماهير، ولكن ربنا ستر وقدر أوباما يحول أوفر زيزو لهدف من رأسية في الشوط الثاني، وقدرنا ساعتها ناخد ال3 نقط، أول 3 نقط في المجموعات. تاني ماتش كان قصاد سوار الغيني في مصر، دلع ساعتها لعيبة الزمالك الفريق الغيني وأكرمه ب4، الملك وشيكا والجزيري ونداي، وادي يا عم تاني 3 نقط عشان نروح الماتش الثالث قصاد سجرادا على ارضنا ونفوز 1-0 بهدف الملك زيزو، ويبقى الزمالك معاه 9 نقط من 3 ماتشات بالعلامه الكامله وحاجه اخر عظمه. اما الماتش الرابع كان مع سجرادا بس بره ارضنا المره دي وخلص 0-0، والزمالك ب10 نقط من 4 ماتشات بيأمن صعوده لدور ربع النهائي. قبل الماتش الخامس في دور المجموعات كان جه يناير خلاص، وزي ما لسه قايل لك من شويه معتمد جاي لحد يناير بس، والهدفين اللي جه علشانهم الراجل نجح فيهم بنسبه 100%، فكل الشكر للكابتن معتمد جمال على الفتره الصعبه اللي قاد فيها الزمالك لبر الامان في البطوله. بيجي يناير والمجلس بيوجه الشكر للكابتن معتمد ويعلن عن صفقات يناير اللي كانوا 10 صفقات زي ما قلنا، وبالاضافه للمدير الفني الجديد البرتغالي جوزيه جوميز ومعاه جهازه واستمرار كابتن مجدي وكابتن عبد الواحد السيد. بيقود جوميز اول ماتش افريقي ليه قصاد ابو سليم في ليبيا، وبينجح انه يفوز 2-1 بهدفين لناصر منسي، اول ماتش افريقي ليه بيفوز بيه. والماتش الاخير في المجموعات كنا المفروض نلعبه، لكن طبعا زي ما انتم عارفين ما اتلعبش بسبب انسحاب سوار عشان يصعد الزمالك اول مجموعه ب16 نقطه، ونبتدي خلاص نخش في الجد والمراحل الاقصائيه في البطوله. بالمناسبه كنا عاملين فيديو في التوقيت ده هتلاقيه في الوصف عن التشكيل الامثل للزمالك في الكونفدراليه، يبقى خش شوفه والله هتشوف العجب في الفيديو ده. بتيجي القرعه وزي ما انت عارف وانا عارف واي زملكاوي عارف ان القرعه هتوقع الزمالك مع ارخم فريق في ال3، حبيبك ابن بلدك اللي عارف كل حاجه عنك فيوتشر، عشان الزمالك يكون على ميعاد مع ارخم ماتش تقريبا في البطوله كلها قدام فريق حافظك وحافظ ملاعبك ومتعود على جماهيرك ومش هيفرق معاه لا بره ولا جوه. بنبدا ماتش الذهاب في السلام ملعب فيوتشر عشان يسجل فينا ابننا علي ياسر اللي لسه يا دوب مطلعينه اعاره من كام اسبوع بس، يا عيني على حظك يا زمالك. ولكن ابو الرجوله والنخوه حمزه المسلوسي بيجيب لنا التعادل في اخر دقيقه في الشوط من عرضيه عظمه كالعاده من الملك، وفي الشوط الثاني من ضربه جزاء جابها الجزيري وحطها برضه الملك كالعاده عشان يخلص ماتش الذهاب بفوز الزمالك 2-1 بره ارضه، عشان بعديها بايام نروح لماتش العوده على استاد القاهره. وكالعاده بنبدا الماتش بطريقه لازم تصعبوا علينا، هدف بيخش فينا من ركنيه مباشره يعني على الجون على طول وكأن عواد هوا، وبيخلص الشوط الاول واحنا متاخرين بهدف، لكن احمد حمدي بيصحح الاوضاع وبيسجل التعادل للزمالك عشان يخلص الماتش 1-1 ويسعد الزمالك بفوزه 3-2 بمجموع الماتشين على فيوتشر والصعود لنص النهائي، والحلم بيقرب. نروح لمباراتين نص النهائي قصاد دريمز الغاني، ولكن المره دي الذهاب على ارضنا والعوده بره ارضنا في غانا. ساعتها دخل الزمالك الماتش من غير زيزو اللي اتصاب في ماتش الاهلي قبلها، ومن غير فتوح اللي اتصاب برضه، ومن غير عمر جابر كمان، وخد بالك مفيش ناصر ماهر ولا عبد الله السعيد اللي مش متأيدين في افريقيا بسبب لعبهم مع انديتهم قبل ما يجوا الزمالك، واللي الراجل بيعتمد عليهم في الدوري وفارقين جدا مع الفرقه. بيخش الزمالك الماتش وسط كل الغيابات دي وكاننا ناقصين يعني، لا واللي يغيب الاساسي كمان اللي ملوش بديل. طبعا اتاثر الزمالك بالغيابات واداء الفريق كان زي الزفت الشوط الاول واحسن شويه الشوط الثاني،
ولكن للاسف خلص الماتش 0-0 على ارضنا وسط جمهورنا. عشان نروح غانا واحنا على باب الله لازم نكسب، يعني تعادل ايجابي. ساعتها للاسف ناس كتير شككت في الفرقه والجهاز الفني بدل ما تدعم، وانا ساعتها قلتها وهقولها وهفضل اقولها طول ما في امل، ولو 1% يبقى ما تستسلمش. بيسافر الزمالك لغانا مسلحا بامل جماهيره ودعواتهم ان التاهل باذن الله يكون من هناك. بيبدا الزمالك الماتش وبتجيله ركنيه، الملك ينفذ وحمزه يسجل، والاول للزمالك في يدوب اول رباعيه من الماتش. بدايه ولا احسن، ولسه بنفرح قام سامسون ممسي علينا بواحده من بتوع زمان، والتاني للزمالك ولسان حالنا واحنا بنتفرج. معقوله خلاص كده مفيش سيناريوهات ولا قطع انفاس ولا حاجه؟ 2-0 الشوط الاول في غانا، معقوله يا زمالك سهله كده خلاص؟ وبنبدا بعدها الشوط الثاني وشويه وبيسجل زعيم الفلاحين الهدف الثالث للزمالك، والماتش بيخلص على كده 3-0 بره في غانا. بيحسموا للزمالك التاهل للنهائي، خلاص البطوله قدام عينينا اهي. على الناحيه الثانيه اتحدد ساعتها طرف النهائي الثاني، وهو زي ما انت اكيد عارف نهضة بركان، بعد ما احتسب الاتحاد الافريقي بين قوسين لقجع التاهل لصالحه وانسحاب اتحاد العاصمه بسبب المشكله بتاعت التيشيرتات. اتكلمنا عنها وعن حكم الفار وعن لقجع نفسه، هبقى اسيب لك الحلقه في الوصف. المهم بيخش الزمالك ماتش الذهاب في بركان ناقص برضه، لكن المره دي ناقص مصطفى شلبي والزناري، وساعتها كان جوميز قدام مشكله، وهي مين بديل شلبي؟ ما هو مفيش وينج لا مؤاخذه شمال غيره. تخيل لما غياب زعيم الفلاحين يبقى مشكله. جبل يا زمالك والله العظيم جبل. جوميز وقتها كان قدامه حلين، يا اما نداي صريح اهو الراجل ده مكانه، يا اما سامسون اللي لعب بيه في المكان ده وقدم اداء كويس في ماتش دريمز. اختار ساعتها جوميز انه يبدا بسامسون بمبدا ما انا جربته قبل كده ونفع، لكن للاسف جوميز ما خدش باله ان نهضه بركان مش دريمز، وان نقطه قوه بركان اصلا في العرضيات اللي بيلعبوها من على الاطراف بشكل كبير، واللي خفنا منه للاسف حصل. سامسون بدأ الماتش وده فضى الطرف على فتوح اللي كان شارب حاجه اصلا ومش شايف قدامه عشان ياخد بركان ضربه جزاء في اول 10 دقايق، وبينجحوا ان هم يسجلوها 1-0. ولسه بنحاول نمسك نفسنا قاموا جايبين التاني على طول 2-0 في نص ساعه، وشكله يوم ما يعلم بالله ربنا. وبيخلص الشوط على كده الحمد لله، عشان نرجع الشوط التاني ولسه بنقول يا رب. في اول دقيقه الملك بيرفعها والجزيري بيركب، والاول للزمالك 2-1 في اول دقيقه من الشوط. بدايه عظمه رجعت لنا الامل تاني بعد ما كنا شايفينها سواد خلاص. اللعيبه بتمسك نفسها وتفوق شويه وكنا نقدر نتعادل والله، لكن للاسف ما كانش عندنا الجرأه ولا الادوات الصراحه. فبيخلص الماتش على كده 2-1 بره ارضك و1-0 تكفيك للتتويج. بيبدأ ساعتها الجمهور استعداده الماتش النهائي، وأول ما نزلت التذاكر في مفيش خلصت 60,000 تذكرة، خلصت في أقل من 10 دقايق. ساعتها سجل موقع تذكرتي وقال إن في ال10 دقايق دول أكتر من 4 مليون زملكاوي عايزين يحجزوا. جمهور الزمالك من بداية حجز التذاكر بيعلن دخلت مصر وبإذن الله مش هتخرج. 19/5/2024 موجة حارة على مصر ودرجة الحرارة فوق ال40، ولكن ده الزمالك وده جمهور الزمالك اللي لا حر ولا تلج ولا جن أزرق حتى هيمنعه إنه يساند فريقه. من صباحية ربنا ومن كل محافظات مصر بدأ جمهور الزمالك الزحف لاستاد القاهرة. الساعة داخلة على 8، استاد القاهرة ما فيهوش رجل والكل في المدرج جاهز وبيدعي ربنا إنها تكون لينا. بيعلن جوميز عن التشكيل: عواد، عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، دونجا وشحاتة وأحمد حمدي، زيزو ونداي والجزيري. وعلى بركة الله بنبدأ الماتش. جمهور بيهز القاهرة، مش بس الاستاد، ولاعيبة نازلة ضغطة وعارفة هي عايزة ايه. ضغط غير عادي من الزمالك، زانق نهضة بركان في ال18 بتاعتهم. حسام والمدافع يطلعها من الجون، حمدي يشوط وتخبط، الجزيري بيشوط وتخبط، شحاتة بيشوط وتخبط، دونجا بيشوط وتعدي من جنب العارضة، ونداي بدماغه في قلب الستة بيجيبها في الحارس. 6 دقايق من الجحيم على نهضة بركان من الجمهور واللاعيبة في الملعب، ونهضة بركان لا حول له ولا قوة وصاد ضغط وشراسة لعيبة الزمالك. لا الكرة التانية ولا الفاول ولا حتى الكرة طويلة عارفين يعملوها. الزمالك بدأها بأقوى أداء ممكن يبدأ بيه فريق النهائي. بيكمل الزمالك ضغطه وإصراره تحت شعار مش هنرجع ولا هنبطل جري.
لحد ما نسجل. بياخد الزمالك ركنية وصوت جماهير الزمالك عالي، 80,000 في صوت واحد بيقولوا هتاف واحد بس: يا ناس يا ناس الزمالك عايز الكاس. يرفعها زيزو تروح لحمزة، يعلقها تاني تروح لزيزو تتقطع، ويرجعها يقطعها حسام ويديها لزيزو اللي بيعمل فنت ويلعبها بوش رجل الحمدي اللي على طريقة الكابتن ماجد، والوقوف على رجل واحدة يشوطها بوش رجله. جون أخيرا حمدي، جون الزمالك، جون 1-0 وانفجار استاد القاهرة. اخيرا بعد 22 دقيقة من الضغط والرجولة والحماس بنقدر نسجل الهدف اللي عايزينه، ومع الفرحة الكل بيدعي ان ربنا يكملها على خير، وفعلا ربنا بيستجيب، والهدف ده بيبقى هدف البطولة اللي حاربنا عليها بكل قوتنا، البطولة اللي تعتبر لينا طوق نجاة بعد اللي عمله المعتوه وعياله في النادي، بطولة يستحقها الجمهور رقم 1 و2 و3 و10 و100، الجمهور اللي ما سلمش وما يقس يوم أرتا سولار، الجمهور اللي راح غانا وهو مؤمن ان فريقه ان شاء الله هيرجع بالصعود من هناك، الجمهور اللي ملا استاد القاهرة والشوارع والمحافظات، الجمهور اللي شاف ناس بتغرق ناديه وبصوته ووقوفه اجبرهم انهم يمشوا، الجمهور السند الوحيد للنادي ودرعه وسيفه، الجمهور اللي بسببه الزمالك لسه عايش ما ماتش، الجمهور الاعظم والاوفى والافضل في تاريخ الكورة، جمهور نادي الزمالك. نيجي بقى لأفضل لاعب في البطولة والأكثر تأثيرا، وهو أبو الرجولة والنخوة اللي ربنا بعته لينا نجدة بعد إصابة الونش، حمزة المسلوسي اللي شال خط الدفاع كله على ظهره لحد ما ربنا كرمنا بالبطولة. ومش بس كده، حمزة هو اللي جاب جون الصعود في أرتا سولار، وجاب جون التعادل في فيوتشر، وجاب الهدف الأول في دريمز اللي فتح لنا الماتش في غانا. لو ينفع تتسمى باسم حد فهي أكيد كونفدرالية حمزة. أما بقى بطل الزمالك فهو الملك، الذخيرة والسلاح، الطلقة والبندقية، أحمد السيد زيزو اللي شايل الزمالك كله على كتفه بقاله 3 سنين، لا عمره استسلم ولا اشتكى، وفي وقت ما كله باع هو اشترى. 3 سنين مفيش غيره، كله مشي إلا هو عشان الكل يتنسي، واللي ما تنساش هيتنسي، لكن زيزو عمره ما يتنسي. بطل الزمالك، فارس الزمالك، وقائد الزمالك، الملك أحمد السيد زيزو. أما عريس البطولة فهو أكيد أحمد حمدي اللي جاب هدف البطولة، الهدف اللي بسببه بنعمل حلقة زي دي أصلا. شكرا يا حمدي وألف سلامة عليك، وإن شاء الله ترجع بالسلامة، ولسه مستنيين منك كتير قوي. كل الشكر للمدرب البرتغالي اللي خلاص دخل قلوبنا بعد ما جاب البطولة دي. كل الشكر والدعم لجوزيه جوميز، كل الشكر لكابتن احمد مجدي، وكل الشكر لكابتن عبد الواحد السيد، وكل الشكر للجهاز الاجنبي، كل الشكر لمجلس الاداره، وبالاخص كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان. وبكده نكون وثقنا بطوله الكونفدراليه 2024 لينا وللي جاي بعدنا، عشان الكل يبقى عارف وفاكر الزمالك لما بياخد بطوله بيعدي بايه عشان ياخدها. اتمنى يكون الفيديو عجبك اخويا، وما تنساش تكتب لي لحظات الشك والفرح اللي عشتها على مدار مشوار البطولة، على امل اننا نتقابل في بطولات تانية باذن الله. عاش الزمالك، اكبر قلعة رياضية في مصر.